السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ هنا كما تلاحظوا معايا غندير واحد التونيكا غادي تكون ان شاء الله بالسفيفه ولا الضفيره والعقيدات. هنايا كما كتلاحظوا معايا طوينا الثوب على 4 هكا. هاد الجهه مسدوده هي اللي غتكون ديال الظهر. وبالنسبه لهاد التونيكا غادي تكون فيها مطفيش طول بزاف، غادي تكون فيها شي 86 سنتيم تقريبا. هنا غنقاد الثوب هو الاول من بعد ما طويناه على 4 على الطول ديالو. يعني كنديرو هكا هاد الزاويه زاويه قائمه باش كيتقاد لينا الثوب، ما كيبقاش فيه حتى شي مشكل، باش في الصالون متجيناش مرجله. غنحيد داك الزائد اللي يعوج. ومن بعد كيف ما كتلاحظوا معنا هاد الثوب راه كحل، يقدر ما يجيش التصوير واضح، كنتمنى يكون باين البنات. عندنا ندير طباشير بيض باش يبان. هنا غنشد الطول هو الاول كيف ما كتلاحظوا معايا ديال التونيكا او جابادور هكا، الطول زائد العطفه. هنا تقريبا عندي 86 سنتيم. ندير هكا زاويه قائمه باش كناخد ديك القياس ديالي مقاد، ما كيجينيش الثوب محرف. ضروري البنات تحافظوا على الثوب يكون مقاد مزيان باش ما كتجيش اللبسه فيها شي. هنا بالنسبه للكتاف عندي 20 زائد 10، غنديروها بالكتاف طايحين البنات مخزانيه تكون، زائد 10 زائد 1 ديال الخياطه هي 11 سنتيم. هنايا غنطيحو الكتاف ب6 سنتيم، 6 سنتيم كتجي مزيانه. وهنا غادا نواصلها مع الرقبه ديال 8 سنتيم، 8 سنتيم على 2 في الخلف. نقدروا نديرو حتى 3 الا كانت السيده عامره. هنا غادا ناخدها هكا بالمثلث نواصلها مع النقطه ديال الكتف، نطيح الكتف قلنا ب6 سنتيم. وغناخدو التركيز ديالنا، التركيز خصو يكون شويه لاج. بالنسبه للتركيز هنا غيكون عندي 25 سنتيم، زياده ما عمرش بزاف. 25 سنتيم ديال التركيز بهذا الشكل. وكناخد الصدر ضروري ما يكونش البنات مزير باش كتجي ديك اللبسه مزيانه. كنزيدو عليه على الاقل واحد 6 سنتيم على العبار على القياس. هنايا كندخل بواحد 2 سنتيم جهة الصدر هكا، 2 سنتيم على 2 سنتيم باش كتجي ديك التحريفه فين غنركب لكم كتجيني واضحه. بالنسبه لكيفاش طيحوا الكتاف تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا من هذا العدد. انا درت 10 سنتيم باش طيح الكتاف، وتقدروا تزيدوا عليها وتقدروا تنقصوا. هنايا غناخد طول الحزام او ارتفاع الحزام عندي 40، نحاول ندخل فيه واحد شويه، يعني من الاحسن تكون غادا نيشان. ندخل 1 سنتيم صافي. وغنواصلها مع الجلال، يعني الجلال غنحط فيه الحوض زائد واحد 4 سنتيم حتى ل5. وغنواصل داك الخط الحزام حتى لهاد الحوض حتى الجلال يعني ديالنا. حطها شويه نقولوا شي 20 سنتيم تحت الحوض في الطول تاعها. كتجي زوينه البنات هاد التونيكا، جربوها. غتكون بالعقيدات والضفيره. هنا غتكون فيها واحد على شكل دائره، على شكل دائره شبه دائري. هنايا في هاد القنت غنديروها 16 سنتيم على 16 سنتيم بهذا الشكل. كنحاول نجيبها دائريه، ما تكونش خارجه بزاف ما تكونش داخله، تكون يعني متوسطه باش كتساعدنا في التكفيفه او في العطفه ما كتجيش عوجه. صافي هنا كنكون طراسيت ساليت. ونبداو نقطعو الثوب ديالنا. صافي الطراساج هو اهم حاجه البنات. هنا كيف ما قلت لكم غادي تكون بالسيفه او ضفيره. هاد الموديل غنديرو بالضفيره او بالسطيفات.
العقيدات ماشي سطيفات، عقيدات عفوا. وتكون بالمجدول، عندها المجدول بالشوشة، كيجي الموديل رائع البنات بالنسبة للبنوتات العيد. هنا من بعد ما نقطع نحيد الخلف باش نقاد الرقبة ديال الامام او العنق. هنا كيف ما قلنا في الخلف كاينه على جوج، 8 على جوج، غنحيد هاد الجهه المسدوده هي ديال الخلف ونقادو العنق. هنايا بما انه غادي يكون بالعقيدات وغتكون عنده فتيحه، ما غاديش ناخذ الكول كبير بزاف، 9 يعني غنحط فيه 10 على حساب الخياطه، غادي تبقى 9. هنايا ناخذ هاد المربع بهذا الشكل هذا، كنقسمو على جوج ونمشي فيه دائري بهذا الشكل. وهاد الصمطه البنات ما تحاولوا ما تخليوهاش، غنقص 1 سنتيم في الكتاف ديال الجهه الامام، سنتيم باش ما كتبقاش ترجع لينا اللبسه للخلف. وديك الصمطه كيف ما قلت لكم ديال الجهه ديال الامام كتشد لينا الخياطه الا بقات غنحيدوها. هنا كيف ما كتلاحظوا سنتيم ما تفوتوش في هاد الجهه. هاد الصمطه هذه اللي هضرت عليها كتبقى كتشد لينا الخياطه، كتجي مشدوده باش كتجي خياطه مطلوقه. ديك الطفيره وهذا كيجيو مزيانين مع العقيدات. هنا عندي 25 في التركيز، يلا غادا نحطها في التركيز ديالكم. الثوب اللي بقى ليا نجيبو بهذا الشكل، نحاول نحافظ على الجهه اللي مسدوده اللي مغلوقه هي اللي غنخليها، وغادي نخدم في الجهه المفتوحه على حسب بقى نحتاج هنا المجدول. وإلا بقى لينا الثوب كيبقى يعني نقدروا نديرو به بزاف د الحاجات اللي بقى مسدود، ماشي بحال المفتوح يبقى كله هكا. الجهه المفتوحه هي اللي كنطويها عند الجهه الاخرى على 4. هنا من بعد ما غادي نلقى ديك 25 ديال التركيز صافي، ما غاديش نزيد يعني نطوي الثوب كتر، نخليه نحافظوا على داك الثوب الغشيط. هنا الكميمات غيكونوا ناقص داك 10 سنتيم اللي طيحنا في الكتاف، يعني ديك 10 سنتيم متنساوش نقصوها من الكم. صافي من بعد ما لقيت العدد اللي خاصني نطيح هنايا واحد 5 سنتيم تركيز، نطيحو ب5 سنتيم بهذا الشكل باش يمشي مائل بحالو بحال الكم. نحاول نبين تراساج باش يوضح لكم الفكره اكثر. وبالنسبه لهنا للطول كيف ما قلت لكم ناقص ديك 10 سنتيم اللي خدينا، ناقص 10 سنتيم اللي خديناها في الكتاف باش طيحنا الكتيفات. ومن بعد ما غنقص ديك 10 سنتيم غندير واحد الدونتيل في الكم بغا السيده في اللبسه ديالها حتى هو نعبرو شحال فيه، ونعاود نقص مره اخرى قياس ديال داك الدونتيل غادا ندير حتى هو. من بعد ما عبرتو بقيت فيه 8 سنتيم. هاد 8 سنتيم البنات هي غادا نقصوها من الطول كما كتلاحظوا، ناقص 10 سنتيم ديال باش طيحنا الكتاف، ونعاودو نديرو 8 سنتيم ديال داك الدونتيل، يعني الدونتيل على حساب العرض ديالو شحال غيكون فيه حتى هو نقصوه من طول الكم. خلاص نخليو زائد 2 سنتيم ديال الخياطه في الكم. هنا الكم ما يبقاش طويل، غنقصو منه 10 زائد 8 غادي يبقى لنا البقيه اللي بقات، بقى عندنا هنا 42 بالخياطه. هنا بالنسبه للعرض عندي هنا 18 سنتيم رأس الكم، غنواصلو مع التركيز بهذا الشكل هذا. وكاين اللي ما كيبغيوش داك العرض بزاف في الكم، غنحاول نحط دورة الذراع، دورة الذراع زائد واحد 2 سنتيم، لأن القياس اللي بغات السيدة في داك الذراع ديال اللبسة نقصيها شي حاجة يعني واحد 2 سنتيم تقريبا.
صافي هنايا كنكون ساليت لكم غنقطعوه بشكل عادي. هنا بالنسبه للكم غندير له الدونتيل زائد الضفيره، يعني الضفيره تكون ما بين الثوب والدونتيل او راكبه على الثوب باش غتجي زوينه، يعني منوضيل زوين كاع. وغيجيب المجدول بالشوشات، العقيدة غيكونوا ملونين وغتكون عنده هاد الشبكه في الكم ديالو. والى اللقاء البنات في درس جديد ان شاء الله.